اسويها على درجة حرارة 170 واوريكم الشكل النهائي بتاعها ايه بعد التسوية. القرص الطرية بتاعتي استوت وطالعة ما شاء الله عليها، تسويتها جميلة جدا وشكلها ولونها حلو جدا وطرية جدا، وده شكلها من جوه. من كام كيلو اللبن مليت البيت خير عندي، عملت الجبنة القريش وعملت الزبدة الفلاحي، واللبن اللي طلع منها عملت بيه القرص الطرية. مفيش اي حاجة عندنا بتترمي. جربي وان شاء الله الوصفة تطلع معاكي مظبوطة وتملي بيتك خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. لو انتم متابعين معايا اخر فيديو اللي انا عملت فيه الجبنة القريش، قلت ان انا مش هرمي الخض اللي طلع من الكريمة بعد ما حولتها لزبدة. هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها قرص طرية. طيب المقادير اللي انا محتاجاها ايه؟ كيلو دقيق وطبعا نخلته، اللبن الخض اللي طلع معايا هنا كوبايه كبيره اللي هي المج بتاع الشاي العادي او كوبايه الميه، 3/4 سمنه والربع التاني زيت. لو انت عايزه تبدلي او تخلي نص زيت ونص سمنه براحتك، مفيش اي مشكله، مش هتاثر معانا في حاجه، بس انا عاملاها 3/4 سمنه والربع زيت. معايا كوبايه من الشرش اللي هو طلع من الجبنه القريش، علشان انا لسه مش عارفه نوعيه الدقيق اللي معايا ايه، هل الخض اللي معايا هيكفيه ولا لا. معلقه خميره فوريه كبيره، 4 معالق او 5 معالق سكر، ذره الملح، معلقه بيكنج باودر كبيره. طب الكميه بتاعتي النهارده قليله، انا مش محتاجه ان انا اشغل عليها العجان، فهسمي الله وابدا. هحط الاول المكونات الجافه، الخميره والسكر، البيكنج باودر، الملح. لو عايزه تضيفي سمسم مفيش مشكله، بس انا عشان ما عنديش ما ضفتهوش. حابه تحطي شمر، حابه تحطي ينسون، اي اضافه انت حباها وحابه الطعم بتاعها حطيها. هنحط السمنه والزيت بسم الله، وابدا ان انا ابسسهم بايدي زي ما تبسي الكحك. تمام. اشرب الدقيق الماده الدهنيه كلها اللي معايا. يبقى كده اللبن اللي انا عملت بيه الجبنه القريش طلعت منه سمنه، طلعت منه لبن خض للعجين، طلعت منه شرش احطه على الجبنه القديمه او اعجن بيه رقاق طري او اعجن بيه عيش. زي ما قلنا هنملى البيت خير من كام كيلو اللبن اللي احنا جبناهم. الريحه كمان طالعه ما شاء الله لان السمنه بتاعتي فلاحي. سهله جدا وبسيطه ومش هتاخد من ايدينا وقت. كده لازم اتاكد ان الماده الدهنيه الدقيق تشبع بيها تماما، مفيش في ايدي اي تكتلات. يعني العجين عندي كده بيبقى عامل زي ممكن نقول الرمله المبلوله. ممكن ابدا بقى ان انا اضيف من الخض كوبايه علشان انا لغايه دلوقتي طبعا معرفش الدقيق بتاعي هياخد سوائل قد ايه. ادي اول كوبايه بسم الله. هحتاج احط من اللبن الخض تاني، بس مش هحط كتير، هحط ربع كوبايه واشوف النظام ايه.
احط كمان ربع كوبايه. هو الخض اللي معايا هنا طلع يعني كوبايتين الا ربع تقريبا يعني، او كوبايه ونص. كل دي طبعا بيختلف في كميه السوائل اللي هو بيحتاجها. يبقى كده انا حطيت حوالي كوبايه ونص من اللبن الخض. طبعا دي محتاج تاني معايا، فهبدا ان انا اخد حبه صغيرين من الشرش اللي طالع من الجبنه، برضو ربع كوبايه. بسم الله. نوعيه الدقيق دي بيشرب سوائل. محتاجه شويه كمان. بسم الله. مش كتير. يبقى هو كده الدقيق ده اخد معايا تقريبا كوبايتين من السوائل وكوبايه من الماده الدهنيه. محتاجه بقى ان هي تتعجن شويه كمان. اخلص العجن بتاعها ونرجع للتشكيل القرص اللي معانا. العجين بتاعي اهو اتشربت كل السوائل اللي انا حطيتها لها. كل الموضوع ان انا هسيبها تريح لمده 10 دقايق، وبعد كده ابدا ان انا اشكلها واسيبها ان هي تختمر في الصواني بتاعتها. سبتها تريح 10 دقايق وهبدا التشكيل. بسم الله. ابدا ان انا اعملها كور صغيره كده. لو بتحبيها اكبر من كده ممكن تعمليها اكبر يعني من حجم القرصه اللي انا عاملاها. واسيب مسافات ما بين القرصه والتانيه علشان طبعا هفردها، يعني مش هتفضل كوره كده. بالشكل ده كده، وتبططيها بالطريقه ديت. تمام. واضحه ولا مش واضحه؟ تقريبا مش واضحه. كده. والافضل ليكي ان انت بعد ما بتعمليها كوره كده في الصينيه ان انت تسيبيها شويه تريح شويه، وهتفرد معاكي بكل سهوله ومش هيبقى فيه اي مشكله فيها. واضح الشكل؟ وزي ما قلت الحجم او المقاس حسب راحتك. اكمل باقي المقدار واوريكم الشكل النهائي ليه ايه قبل ما ادخله في التسويه. انا عملت القرص بسم الله ما شاء الله. الكيلو دقيق طلع لي حوالي 40 قرصه زي ما انتم شايفين كده. اغطيها بقى واسيبها ان هي تختمر، وبعد كده اسويها على درجه حراره 170 واوريكم الشكل النهائي بتاعها ايه بعد التسويه. القرص الطريه بتاعتي استوت وطالعه ما شاء الله عليها. تسويتها جميله جدا وشكلها ولونها حلو جدا وطريه جدا، وده شكلها من جوه.
من كام كيلو اللبن مليت البيت خير عندي. عملت الجبنه القريش وعملت الزبده الفلاحي، واللبن اللي طلع منها عملت بيه القرص الطريه. مفيش اي حاجه عندنا بتترمي. جربي وان شاء الله الوصفه تطلع معاكي مظبوطه وتملي بيتك خير. تقدري تحتفظي بيها كمان في الفريزر، يعني الكميه اللي انتي هتفيد منك يعني النهارده تحطيها في اكياس بالشكل ده وتدخليها الديب فريزر او فريزر التلاجة عندك. هتتجمد، وبعد كده لما تحبي تستعمليها هتطلعيها وهتفك عادي، حابه تسخنيها عادي مفيش اي مشكله. طعمها ان شاء الله هيعجبك. اتمنى تجربي الوصفه، وشكرا ليكم ونتقابل في فيديو تاني ان شاء الله.